إذاعة MFM، الإذاعة اللي ديما قريبة منكم. الغالي غادي نمشيو نشوفوا العائلة ديال ياسر زبيري من خلال الأب ديالو سيدي عبد اللطيف صديقنا العزيز. وهذا الولد هو ولد العائلة ديال زبيري، ولكن هو ولدنا جميع. يعني كان خارق للعادة، الطريقة ديالو كان يفعل بالقدم اليسرى ما يشاء، وحتى في اللحظات الجميلة يعني التسجيل ديال جوج الأهداف كيف وقع يعني بالأحرف الأولى، كيفاش وقع على الانتصار. تماما واحد الحس التهديفي، والمزيج بين واحد الحس التهديفي والروح القتالية اللي كتخلي هاد اللاعب هذا خليته تفوق على هاد البطولة هذه. سيدي عبد اللطيف زبيري، أهلا بك. اهلا استاذي السيد ابو سهل، تحيه ليك وتحيه لضيوفك الكرام وجميع المستمعين ومستمعات راديو MFM. شوف سيدي عبد اللطيف، شوف اول حاجه غنقول لك شكرا لك. شكرا لك ولهذيك الام وهذاك الرحم اللي عطانا هذاك الولد الرائع في كل شيء، حتى الطريقه ديال الجمال ديالو، واحد البهاء، دار واحد شويه ديال الابيض في شعره، دار هذوك الاشياء باش يبين لنا راه راجل كبير. والطريقه ديال كيفاش كيروض الكره، هو ما كيضربش الكره، هو يلاطف الكره، يغازل الكره. انا كنحس به بحال شي واحد سيدي عبد اللطيف تيقلقني انا ملي تيقول لي كيضرب العود، ما كنضربوش العود، كنعزفوا على العود. وهكاك هذاك الوليد هذاك، يعني كيفاش قربنا منه، كيفاش تختار الكره، واش خليتيه يلعب الكره، مهمته ما تخافش عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كيقول لك في الاول شكرا على الاستضافه والاهتمام ديالكم. لا هذا واجب وطنيه بالابن ديالي وجميع اللاعبين المغاربه، الشباب اللي فرحونا وفخرنا بهم في مونديال الشيلي 2025. الابن ديالي تبارك الله ما شاء الله يسير، الله يحفظه ويحفظ ذاتك من اجمعين. كان منذ الصغر ديالو اللي مسمى فيه هذيك الموهبه، كان شغوف بالمصطلح الدارجي المغربي كنقولوا مسكوف على الكره. مفتون مسكوف باللغه المراكشيه، مسكوف مراكش. مراكش نقولوا مسكوف على الكره. دونك مسنا فيه هذا الشغف الكبير ديالو، وبغينا نحطوه في واحد الاطار اللي هو رياضي جميل مؤطر. احنا كعائله متوسطه، يعني بغينا ولدنا يكون في واحد الجو اللي هو لائق، لانه كي قلت لك وسبق لي شاط في بعض المنابر. انا ما كنتش يعني بحكم العمل ديالي، هو داري صغير. واحد الصيف كنا مشينا لمدينه افافي بالمناسبه، كنوجه التحيه لجميع الساكنه ديال افافي، لان الام ديالو من مدينه افافي. ودرت واحد السيد هو رياضي محب للاولمبيك افافي، السي ابراهيم بوطابع. من هذا المنبر كنوجه التحيه. والسي ابراهيم راه معروف بالاسم ديال السيسي، اللي ما كيعرفوش هو رجل هو رياضي وعنده النظره ديال الكويريه ومتبع الكره وشغوف كبير، رجل كبير مشجع ديال الاولمبيك افافي. وبهذه المناسبه ايضا كنوجه التحيه للنادي اولمبيك افافي وعلى المسار البدايه الموفقه ديالو في بطوله الاتحاد الافريقي، نتمنوا له التوفيق ان شاء الله ويمشي لابعد نقطه. قلت لك هو اللي تقريبا واحد الصيف كنا مشينا عنده وشافوا كيلعب في الدرب عندهم تمايا، وتحاورت انا وياه، قال لي يا ودي هذا الوليد هذا راه حشومه يبقى كيلعب في الزنقه. انت عندكم نادي عريق في مراكش، عندهم مدرسه ديال التكوين، من الاحسن تدخلوا المدرسه ديال مدرسه الكوكب وراكوشي. وداك الشيء اللي تم الحمد لله. رجعنا سميتو للمدينه ودرت اتصالات ديالي بالمدرسه ديال نادي الكوكب المراكشي، وقيدته تمايا. كان تيدير تقريبا واحد الحصص مع اولاد الصغار، تقريبا واحد لاجير 5 سنين. هذا الشيء كان في موسم تقريبا ديال 2012 2013 تقريبا. كانت عنده تقريبا 2012 راه عنده واحد 7 سنين او 7 سنين. سي عبد اللطيف، نعم سي سي عبد اللطيف، ابقى معنا. غادي نعاود نرجع. اذا نرجعوا للزبيري الرائع. الزبيري
صغير ولكن تيلعب الكره كبر منه الغالي. نعم كان كيقول لا الاب ديال ياسير الزبيري بانه كان بدا المسار ديالو في نادي الكوكب المراكشي ياك. لا واش الكوكب ولا حيت كاين بزاف ديال الحوايج حنا اليوم بغينا حيت تقالوا بزاف ديال المغالطات وهذا الشيء راه ما خصوش يبقى هذه المغالطات هذه ياك سيدي عبد اللطيف. نعم لا بغينا نعرفوا الحقيقه ان كل شيء ودابا ملي كيبان شي لاعب بحال هذا متميز رائع موهبه كل شيء تيبدا يتكلم عليه لا راه حكا بدا هنا راه كان هنا كاين اللي تيكذب كاع تيقول لك انا اللي جبتو كاع يلاه سيدي والحمد لله بوه باقي حي هو. نعم اكيد سي ابو سالم. نعم كنت تعرفوا في اي مدينه ملي كيلقى الاب ديالو واحد الوليد اللي مهتم بكره القدم راه كيوجهو لواحد المدرسه اللي كتوفر الاطار الرياضي الصحيح باش هذاك الوليد يمارس ويكون هو مطمئنين عليه. نعم ما يمكنش يخليوه في الشارع ولا يمكن انه ماشي زعما الاسره كتفكر بان هذاك الوليد معرض لبزاف الحوايج في الشارع. نعم احنا كاسره اللي متبعين هذاك الوليد واستغلوا وشفنا فيه هذيك سميتو قررنا انه نحطوه في واحد الاطار رياضي وما كاينش في مدينه مراكش حتى من المدرسه ديال الكوكب المراكشي اللي اي طفل صغير في هذا السن كيتمنى يحمل سميتو القميص ديال نادي الكوكب المراكشي. هذيك المدرسه ديال القنصوري ياك اللي مسميه ديال القنصوري. نعم مكتوب القنصوري وكنت كنخلص عليه فلوس بالشهر لانه كان واحد الواجب شهري دايرين المدرسه وكنخلص الواجب باش هذاك الوليد يستمتع لان هذاك الوليد اللي حنايا ما كناش كنقولوا بان هذاك الوليد غادي يوصل لهذا المستوى هذا. حنا بغينا غير الوليد يتحط في واحد الاطار اللي مؤسساتي. نعم فهمتيني يكون محمي لانه كيكمل الدراسه ديالو فاش يخرج للزنقه عنده واحد الوقت معين وعنده واحد البرنامج حتى هو رياضي يتكامل مع البرنامج الدراسي. كانت واحد الوقيته ديال الرياضه كنديو لهذيك المدرسه وكنبقاو معاه تمايا مراقبينه مع الاطر اللي كانوا يستعاد حتى هما وليدات ديال 5 سنين 6 سنين 7 سنين كنراقبوه حتى تيسال الحصه ديالو وكنجيبوه للدار بحال اي اطفال اللي كيحبوا كره القدم كيستمتعوا يلعبوا كره القدم. هذه هي الحقيقه اللي كاينه. نعم هذه هي الحقيقه. ثم مشى الاكاديمي ولا قبل ما نهضر على الاكاديمي كاين واحد فريق ديال العمل في الخفاء جنود الخفاء اللي هما الفروع ديال اكاديميه محمد السادس في المغرب كامل كاينين. نعم هذيك الساعات في 2013 كان واحد الجمعيه رياضيه تسمى جمعيه الاخلاص وهي كانت دايره شراكه مع اكاديميه محمد السادس بمبادره ديال السيد لاركيت اللي بهذه المناسبه كنوجدوا التحيه وتنوجدوا الشكر ديالنا كعائله لانه كان مواكب لنا الطفل من تقريبا مده 2 سنين كان كيجي لمراش وتيدير زيارات تيدير شوف مقابلات بين الاطفال بيناتهم ديال الجمعيه وكانوا كيسافروا من الجمعيه من الفرع ديالو كيمشيو للاكاديميه في ما كانت شي عطله دراسيه وكيجمعوا تما في الاكاديميه وتما كيراقبوهم وسنتين دابا ديال هذا المسار اللي مشى في هذه الجمعيه هذه. وبالمناسبه ايضا ما يسعنيش انني نشكر الاخوين بجوج اللي كانوا مسهرين في هذه الفتره على ولد ياسير اللي هو مصطفى قندار والسيد عبد الكبير الميلاني. نعم السيد عبد الكبير قندار سي مصطفى قندار معروف. نعم نعم هو المدير التقني دابا المدرسه ديال الكوكب المراكشي ولاعب دولي سابق ولاعب كره القدم يومئذ كان هو مكلف بالجانب التقني والتكتيكي ديال هذوك الوليدات. وكان السي عبد الكبير الميلاني اللي هو الرجل الطيب الخلوق اللي كيربي في هذوك الوليدات الدراسه اولا الاخلاق اولا التربيه اولا السلوك اولا قبل ان تكون لاعب كره القدم. نعم دونك هذا الشيء كلشي اكتسبوه هذوك الوليدات. هذا الشيء كتشوفوا دابا في الوليدات ديال الاكاديميه راه اكتسبوه من الصغر ديالهم. هما فعلا جاوا من واحد البيئه اللي هي كانت مراقبه وليداتها وعلمتهم بزاف د الحوايج والتربيه اولا واخيرا. ولكن حتى هذوك الناس راه داروا البصمه ديالهم في هذا الاطار بجهد الرياضي ولا الاخلاقي ودوزوا معاهم تقريبا واحد 2 سنين ومع ذلك 2 سنين بعد واحد المجهودات كبيره وتنقلات في المغرب كامل ودوريات بين هذوك الاطفال الصغار ديال 10 سنين 11 سنه وبالمواكبه ديال الاكاديمي وديال الاطر ديال السيد لاركيت شخصيا لان انا باقي نعقل انه كيجي شخصيا كيحضر لهذه المقابلات في ملعب ديال مولي حسن في مراكش. نعم ومن ثم دوز 2 عام وكان دوزوا دوريات
في اكاديميه محمد سعيد، وتما كانوا بانوا الوليدات اللي يستحقوا انه يدوزوا الاكاديميه. كان بيناتهم في هذيك السنه، هذاك الموسم بالضبط 2015 تقريبا، 2014 2015 كان الشرف لينا احنا كعائله الزبيري، وكان الوليد ياسين الخليفي، وكانوا اطفال اخرين وهما كانوا من مواليد 2005 اللي هما اللي تختاروا باش يمشيو يلتحقوا باكاديميه محمد سعيد، على الرغم من انه كانوا في هذيك الساعه تقريبا 10 سنوات، وكان القانون ديال الاكاديميه ما كيدخل يدري حتى 12 سنه. 12 سنه نعم. وكان السيد لارغيت هو اللي اكد واصر على ان هذيك الوليدات بجوج باش ما يبقاوش يتسناو عامين اخرى يضيعوا فيها، يربحوا هذاك التكوين ديالو، هذيك سنتين ديال التكوين، ويدخلوا ويلتحقوا بالاكاديميه ديال محمد سعيد في سنه باش باقي العقد بالضبط شتنبر 2005. ياسر زبيري وياسين خليفي. نعم 2015 عفوا 2015 شتنبر 2015. من ثم بدا المسار ديال مرحله اخرى ديال التكوين ديال اكاديميه محمد سعيد الى جا الوقت نهضروا عليها. نعم. وانتم يعني راك هادشي كيكون مكلف شويه للعائله، لان العائله هاد الوليد هذا قريب منها كتكون مصاريف محدده، ولكن بعيد منها مصاريف تدخل فيها حتى الاسره اللي غادا تمشي. عبد الرحيم عندك شي سؤال؟ بالفعل على مجال اللسان ديال السي عبد اللطيف الاب ديال السي ياسر زبيري هو الاستمتاع، وحنا من خلال المتابعه ديالنا ديال المباريات ديال الفريق الوطني المغربي شفنا السي محمد ياسر يمتع ويستمتع بالمباريات. واش كذلك في الحياه العائليه ديالو مع الوالدين ومع الاخوه ديالو؟ اكيد هادشي ما جابوش بالفراغ، يعني هو الوليد هكا كرخ الله يعشق ما يحب، يعني كان العشق ديالو الاول والاخير الابدي هو كره القدم. نعطيك واحد القصه، انه ملي تخبرنا انه غادي يمشي لاكاديميه محمد سعيد، واتصلوا بنا الاخوان مشكورين باش نجيو، يعني تفتح واحد النقاش مع الاسره. طفل ديال 10 سنين، يعني غريب علينا احنا انه نفتقدوا واحد الولد كعائله، لانه هو اللي عندنا كطفل، وعنده مع اخوات ديالو جوج ديال الاخوات ديالو. هو الولد الوحيد نعم هو الاصغر ويعني دري ديال 10 سنين صعوبه. وفتحنا نقاش مع الاسره الصغيره مع الام ديالو اللي كانت رافضه بتاتا وقطعا انه ولدها ينقطع عليها، انه ينقطع عليها ويخرج بهذاك السن المبكر، لانه ما عطاش خاطر انها تخلي هذاك. وبغات تحرمنا منه، قول لها. الله ما شاء فعل. الحمد لله اتصلوا بنا الناس ديال الاكاديميه وعرضوا عندنا الاكاديميه ودرنا واحد الجوله. هذا العمل اللي كنقول لك هو ما كيبانش، ولكن كيفاش جميل انه يعرضوا عليكم ويدوكم تشوفوا فين غيكون ولدكم، فين غادي يعطوا وليد، فين غادي ياكل، فين غادي يبات، فين غادي يقرا، الناس اللي غادي يحفظوا الحراس ديال الاطور ديال فين غادي يخدم. هذا الحمد لله بعد ذلك جينا مطمئنين وقررنا بانه وقينا بان ولدنا راه غادي يكون في ايادي امنه. وكان لينا حنا، انا بعدا كاب انا اعشق رياضه القدم، كنت فخور ان ولدي ينضم لاكاديميه محمد سعيد، لانه الكل يرغب في الانضمام لكره القدم. جاتنا فرصه انه ملي شفنا الاطار فين غادي يعيش ولدنا وفين غادي ف يعني رائع. بقى معايا عبد اللطيف، السي عبد اللطيف الغالي، عندك شي سؤال؟ نعم السي عبد اللطيف، اولا التهنئه والتقدير داكشي اللي قام به ياسر، تبارك الله عليه. يعني بين واحد اكثر من الموهبه ديالو، بين واحد الروح الوطنيه اللي زعما رداتنا كاملين فخورين. بغيت نقول لك استاذ، في هذا الكاس العالم الى رجعنا شهر اللور، المغاربه ما كانوش كاملين كيعرفوا محمد ياسر الزبيري. اليوم ولا محمد ياسر الزبيري اون ستار في المغرب، نجم وطني. نعم. واش انت شنو هي العلاقه اللي كاينه بينك وبين ياسر، وكيفاش هذا الجانب النفسي ديال هذه المرحله هذه، كيفاش غتجيريو هاد لا ترانزيسيون؟ نعم. اولا شكرا جزيلا على الكلمات الطيبه في حق الابن ديالي، شكرا لكم جزيلا.
ثانيا الابن ديالي منذ الصغر ديالو كان منفتح العائله، وكنت شخصيا انا اللي كنت كنديه يومي للتدريب. ما كانت عندي واحد العلاقه طيبه وعلاقه صداقه وعلاقه ما كانش قريب منه هكذا كيكون تكون قريب من ولدك مزيان، قريب منه بزاف. كنت راح محتاض له تنخلي سميتو يعني الواجب ديالو هو في الاكاديميه ولا ملي كان في الفرع، يعني الواجب هو الاول انه خصني نحترموا المواعيد ديال التدريب ديال اللقاءات هادشي كلشي. الدري حتى هو عارف بانه منضبط وكان يتعلم الانضباط في هذاك السن ديال 10 سنوات. الابن ديالي الحمد لله وهذا بفضل الله، يعني بل انا اصبح كي قلتي ما كانش معروف واحد الوقيته، ولكن هذاك الوليد راه حتى ملي تخرج من الاكاديميه راه ما لقاش الارض مفروشه بالزهور. اكيد نعم. راه حتى ملي مشى من خرج من الاكاديميه ومشى لاتحاد الورقه راه كان كيدابز وكيتقاتل باش يدير بلاصتو في اتحاد الورقه. واللي لاحظتو راه ما كانش كيلعب رسمي وكان كيتقلق وكان كيفوتو، ولكن انا كنت في تواصل مستمر مع الاطار الوطني زبرات اللي المنتخب كنشكرو، وكان هو المؤثر ديالو في 3 سنوات ديال التكوين ديال الاكاديميه. كان كيعرفو مزيان لانه تقريبا هو عايش معاه اكثر من حنايا، كيعرف الكاركتير ديالو، تعرف شنو القيمه ديالو، تعرف امتى كيتقلق اش اللي ما كيعجبوش. يعني هادشي كلشي هذا كان زبرات كان محيط بالابن ديالي واحد الاحاطه شامله، وكنت انا في تواصل معاه يوميا تقريبا ولا كل احد مع الاطار الوطني باش نخليو هذاك الوليد ينسجم مع هذيك المرحله الانتقاليه من الاكاديميه الى البروفيسيوناليزم ديال اتحاد الورقه في البطوله الوطنيه، وكيفاش يعرف يدخل في الاجواء ديال البطوله الوطنيه. والحمد لله راه الاطار الوطني راه الوشوف راه المدربين يعرفوا شغلهم. حنا كعائله كنتعاملوا بعاطفه وتنقول علاش ولدنا ما كيلعبش وعلاش ولدنا ما دخلوش وعلاش ولدنا ما هذا، ولكن راه هذاك السيد الاطار الوطني اللي عايش مع المدرب ديالو راه هو اللي كيعرف الحاله النفسيه ديالو في هذاك النهار ديال المقابله، وهو اللي كيعرفه وتعرف شنو يقدم. من هذه المرحله الاخرى مشينا لمرحله اخرى ديال الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله انه التحق بالنادي ديال فاماليكا البرتغالي. هذه ثاني اصعب مرحله اخرى اللي هي هذه، لانه مرحله كتكون ديما تجي المرحله الاخرى ما كتجيش سهله، كتجي اصعب منها وحنا جاهزين. خاصة السي عبد اللطيف باش ما نطولوش عليك بزاف. نعم. انت دابا هذا ولدنا كاملين حقا، انت الكبيده هذيك هي اكبادنا تمشي على الارض. نعم. دخلنا للمنافسات، اشنا هو الهدف اللي عجبك فهذوك الاهداف كلهم بهذيك اليسرى الساحره ياسر؟ وراه كاينين اهداف اللي داوهم ليه، راه كاين الاهداف اللي ما حسبوهمش ليه. واش نقول كيسجل ضد راسو؟ ضربه ديال انا بلاتي عبد اللطيف انت نعم. كاين ضد اسبانيا سجل في الدقه 54. الور ضد البرازيل كيسجل في الدقه 76، ثم كيسجل في الدقه 58 ضد كوريا الجنوبيه، ثم كيسجل في الدقه 31 ضد امريكان وكيسجل وتيسجل في الاخر تيختمها بجوج ديال الاهداف. شنو هو الهدف اللي كان زوين بان لك انت؟ يعني لان كاين كل هذوك الاهداف، ولكن كاين بعض الاهداف اللي راه يعني تفجر المدرجات، كتحط كيدير هو الكره بالقدم ديالو ولكن لمسات سحريه تفجر المدرجات. يا اخي شكون الهدف اللي عجبك انت؟ انا شخصيا الحقيقه هو الهدف ديال ضربه الخطا اللي في الخلاف، لانه هذاك الهدف انا الا رجعت لي الذاكره قبل راه عندي تسجيلات، راه ياسر هذاك ماشي اول هدف تيماركي بهذه الطريقه، راه سجل اهداف كثيره بهذه الطريقه. قول لي هو متعود، قول لي هو مدرب هو معود، هو كيستمتع وانا كنستمتع معاه والعائله كلها كتستمتع، حنا كنستمتعوا. سي عبد اللطيف حولوا ما بغاش ضربه جزاء اللي كانت على المشارف، ضربه خطا. نعم، لانه انا كنت كنطلب من الله انه يخليوه يضرب هذيك الهدف، لانه في هذيك الزاويه بالضبط، وانا كنعرف بانه عنده يسرى تبارك ما شاء الله. قلت بانه الانسب هو ولدي اللي غيضرب هذا، وكنت نشجعه انه يضرب هذيك الكره. ولانه على الجانب الاخر هو انه في نهايه كاس العالم ورجعت انا الذاكره ديال المونديال ديال 86
ديال الفرحات ديال الفرحات ديال المرور الدور الاول. نعم. المرور الثاني وهذاك اللي سجل الابطال ديالنا 86 رد الفعل ديال ياسير من مور الهدف الثاني اللي سجل. نعم نعم. بحال ما استوعبش لا هو ما استوعبش. ولكن انا زعما نكون معك صديق اقسم لك بالله على هذيك الليله صليت الفجر. يا سلام. وقبل ما تبكيش استاذ عبد اللطيف. شوف ما تبكيش انت خاصك، انت سعيد انسان كونتي ولدك وانت كتبقى نموذج ديال الاب اللي كيرعى ولده وكيبقى قريب من ولده وتيهيئ ولده. ما كنهيئ اليوم هذا وليد ماشي فقط غير في وسط العائله، هادو هما الاباء والاسر اللي تيكونوا ولادهم العائله راسو وكترعى باش يكون راسو والوطن. ها هو الان من الدار ديالكم الى الملعب الى الاكاديميه الى القصر الملكي العامر مع ولي العهد وداك الاستقبال الرائع. انت كتشوف غادي تكون اسعد انسان وانت كتوصل ولدك. ما تبكيش. علاش تبكي؟ نعم هذه دموع الفرح دموع ديال الفرح وهادو والفخر من حقك ان تفتخر ونفتخروا به احنا اليوم. كان هو كيسجل، هو تيجرنا كاملين ويجعل الوطن ديالو يحول الوطن ديالو الى رقم 1 في العالم. الحمد لله. راه كريستيانو رونالدو عنده شحال 42 لا ما عرفت شحال ما داش كاس العالم. لا استاذ. وياسر الزبيري كيدي كاس العالم. سي عبد اللطيف كنحسوا بان عطى لولده واحد قيام. كتشوف كيفاش كيضحي في التيران، المجهود اللي كيدير من اجل الوطن، هادشي اللي جميل بزاف. كتشوف القيم اللي كبر بها. وشوف هو دابا هو في هذيك اللحظات كان الجندي يخدم بلده. اكيد هذا هو الرساله. وحنا في حياتنا انا كاب ولا الام ديالو كأم حنا كنخدموا هذا الوطن من المناصب اللي كنشتغلوا فيها. وكنحبوا الوطن ديالنا وكنشتغلوا بطاعته كل ما يمكن اننا نكونوا في المستوى ديال المسؤوليه اللي عندنا في العمل ديالنا وفي الوطن ديالنا. فين المنطقه ديالكم في مراكش ديال السكن؟ نعم السكن مقاطعه سيدي يوسف بن علي بمراكش. سيدي يوسف بن علي كلهم تيقول لي ولد سيدي يوسف بن علي. نعم. يعني هذيك انت ما لعبتيش الكره السي عبد اللطيف؟ لا ولعبنا على مستوى الحومه مع الاصدقاء والحومه والاصدقاء. نعم. ولكن لان وحده انا متيقن بانه لو كنت كاع موهوب في الظرفيه في الكتاب فاش ديالنا حنا ما كانش ممكن انك تلعب كره القدم. ما كانش الاكاديميه، ما كانش هذا الشيء. ما كانش الاكاديميه وحتى النظري ديال الاباء في هذيك الوقيته ما كانوش كيعاونوا ولادهم باش يلعبوا، لانه بزاف ديال الجواهر ديال كره القدم اللي مشاو ما لقاوش تتبع، ما لقاوش تشجيع من الاسر. الحمد لله. لان والدينا الحمد لله ربونا وكانوا بغاونا يشوفونا في واحد المستوى عالي من التكوين ومن سميتو نكونوا في مناصب عليا في البلاد. الرياضه كانت هي الاخر ما يفكر فيه الاب المغربي في واحد الوقيته الثمانينات والتسعينات. ياسر كيمشي للجامع الفنان؟ لا كيمشي وقت ما تحت الفرصه كيمشي. عرفتي علاش قلت لك انا هذا؟ لان كنشوفوا دوك المراوغات ديالو والطريقه كيفاش كيضرب كيبان لي ديك الصناعه التقليديه عنده. يعني الصنايعي صعيب، الصنايعي ملي تيحط لك شي بلغه ولا يحط لك شي حاجه ولا يعني كتشوفوا كيفاش كيحط داك الشيء دقيقات ما كاينش. رساله لمن توجهها السي عبد اللطيف الزبيري والد ياسر الزبيري، وانا كنحييك انت والوالده ديالو. حفظك الله بارك الله فيك. الرساله الاولى كنبغي نشكر صاحب الجلاله والاسره العلويه كامله وسمو الامير مولاي الحسن الاهتمام ديالهم بالرياضيين وبالرياضه وبالنهوض بالمملكه المغربيه باش توصل ان شاء الله لاعلى المراتب. ودليل على ذلك هو الانشاء ديال اكاديميه محمد السادس والاستراتيجيه الملكيه الثاقبه النظره ديالو بانه قطاع الرياضه ما هو الا قاطره من الاقتصاد الوطني المغربي. ومن بعد كتجي اكاديميه محمد السادس والكاتب العام ديالها والاطر اللي كيشتغلوا فيها جميعا كلهم من الاصغر حتى الاكبر.
والاخوان كذلك الاطور كاع اللي دازوا على يدهم ياسير، كل خلال البصمه ديالو، الاسره الكبيره الصغيره، الاصدقاء، الاعلام مشكور جزيل، لانه الاعلام تو كيلعب واحد الدور كبير في المواكبه ديال التظاهرات الرياضيه، وتيحفز هاد الاطفال الاخرين اللي باقيين جايين في الطريق انه يشوفوا النماذج اللي خصهم يتبعوا ويكونوا قدوه لهم. قلت لك الاسره الكبيره والصغيره حتى هي ديال الاصدقاء كلهم، كلشي الاصدقاء ديالي كنبغي نشكرهم بهذه المناسبه، وشكرا للجميع. الحمد لله كنعيشوا اليوم، وكل شيء كنعيشوا اليوم وبفضل الله سبحانه وتعالى، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم شكرا. دابا هذا راه صغير ولكن راه كبير، راه مزوج، والزواج عاوتاني زاد عاوتاني نضج. هو للتوضيح استاذ ديال تحت هذا القوس هذا باش نتكلموا فيه، هو الابن ديالي مازال ما تزوجش رسميا، باقي ما مزوجش، هو يلاه في اطار تعارف مع واحد شابه، ودرنا تعارف مع الاسره، وحنا ان شاء الله راه مقبلين باش نديروا الخطوه. الحمد لله. دابا هو هذا مشروع. نعم. هو كان فيه حماس ديال الكره، والحماس ديال انه يدخل واحد التجربه اخرى جديده عليه هي حياه الزوجيه، وتحمس وراه كيعبر بطلاقه ديال شاب باقي صغير مزيان. ولكن هذه الحقيقه هي اللي قلت لك دابا، انه حنا باقي في البدايه ديال التعارف ديال الاسره ديالو، كان باقي نتعرفوا باقي. ولكن دابا عرفتي شنو الجميل في هذه القضيه ديال الصابط، فانه الان ها المراه ديالو اختارها، راه كيوجد باش يقاد الامور ديالو، ماشي بحال واحد الشاب باقي عينيه محلولين. هذا عنده واحد لي دول اللي كيعلينا الدري ما يبقاش يفكر هكا، لانه كيشوف قدامه حوايج اخرين، كيشوف العائله، كيشوف يا سلام، كيشوف فهمتيني، يعني هو هذاك الاطار فين كبر راه هو اللي تيأثر على الدري. وكي كنقولوا حنا في الدرجه ديالنا راه سميتو التربيه كتغلب في الاخر. اكيد. شكرا لك السي عبد اللطيف الزبيري على التواصل، وان شاء الله نشوف نعاودوا نتواصلوا في شي كاس عالم اخرى ان شاء الله. 2030 ان شاء الله تكون بخير وعلى خير، غادي تعيش فرحه. شكرا السي عبد اللطيف الزبيري. اسمح لي الاستاذ، نبغي نشكر الطاقم التقني ديالكم والضيوف ديالكم، وانت صديق عزيز. نعم، ونشكر ايضا صديق العائله سي ابراهيم الفلاكي من هذا المبارك. نعم هادشي اللي كاين، حنا اصدقاء عائله وحده. شكرا لك السي عبد اللطيف الزبيري. هكذا، لان هذه العلاقات حنا كنحافظوا عليها في الاعلام، قضينا فتره طويله ولكن ربحنا منها هذه العلاقات، وهذه العلاقات هي اللي كتجعلنا اننا ملي كنتواصلوا مع الناس كيتواصلوا معنا، ويلبيو لنا هذه الطلبات ملي كنكون. والحمد لله هذا الوليد هذا الان مبدع، يعني ارتقى بكرة القدم أكثر من اللعب، ماشي غير اللعب. هذا مشى، وكتشوف على أنه عندما يخترق واحد صف ديال الدفاع فيه 3 و4 ديال المدافعين ويخترقهم بالأساليب ديالو، الذكاء ديالو، والطريقة ديال الترويض ديال كرة القدم. شكرا سي عبد اللطيف الزبيري. وهاد الوليدات كلهم اللي حقوا هاد الانجازات. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. اذاعه MFM.